مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا وسهرة جديدة واوقاتي بتحلو. الحقيقة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، اكيد كلنا بننتظر هذا الشهر الكريم. في حالة من الاستدعاء هنقول للزمن الجميل اللي ارتبطنا بحاجات جميلة في رمضان. مفيش مننا حد ما بيفتكرش الفوازير، بيفتكر فطوطة بوجي وطمطم، المسلسلات اللي كان بيجتمع فيها الأسرة لمشاهدة المسلسل الأساسي في رمضان. أعمال درامية كثيرة كانت وما زالت خالدة في الأذهان، شاهدناها في شهر رمضان وارتبطنا بيه. الأصوات أيضا والأغاني اللي تغنى بها كبار المطربين والمطربات زي رمضان جانا واللي طبعا يعني لعبد المطلب. فكل الحاجات الجميلة دي بنستدعيها مع اقتراب شهر رمضان اللي بيدينا نوع من جو روحانيات جميل. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يكون رمضان سعيد عليكم بإذن الله. والحقيقة هنسترجع مع بعض الأعمال اللي قدمت في شهر رمضان، أو إيه أشهر التيمات الجميلة المصرية بتاعتنا اللي في شهر رمضان، من خلال ضيفتي الكريمة السيناريست والروائية الأستاذة شاهيناز الفي. أستاذة شاهيناز أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وانت طيبه مقدما يعني. وكل عام وحضرتك بخير، والساده المشاهدين بالف خير، ومصر كلها بخير يا رب، والامه العربيه. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه، وبقاله زمان قالوا شهر طوله غنوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. بداية هسأل حضرتك سؤال شخصي، طقوسك أو استعداداتك لرمضان والطقوس اللي حضرتك متعودة تعمليها مع أسرتك، وحتى لو انت كنت بتعمليها مع العيلة الكبيرة بتاعت حضرتك، ايه اللي دايما متعودة تعمليه في رمضان؟ هو طبعا رمضان يعني احنا كلنا عارفين هو شهر روحانيات كده، وكلنا بنستناه بنحضر له. يعني انت عارفه الشعب المصري كله عنده طقوس كده تجهيز لرمضان، أكيد. يمكن مختلف عن اي شعب تاني. نحضر نعم. بقى مستلزمات رمضان، نشتري اليميش، نجيب قطايف ونعملها ونشيلها، نجيب الحاجات، وتلاقينا قبل رمضان بيومين 3 بنبتدي نجهز لاول يوم رمضان، لانه انت طبعا عارفه اجتماع انه الأسرة بيبقى فرصه بقى لاجتماع الاسره طبعا. يعني نعم. فيمكن دي من الطقوس اللي عند الشعب المصري كله، وعندنا يعني احنا في البيت طبعا اكيد يعني كده. بنجهز لرمضان بالشكل ده. بنحضر نفسنا كمان، يعني انت عارفه بيبقى برضو شهر رجب وشهر شعبان بقى، يعني الواحد بيبتدي يجتهد شويه في قراءه القرآن اكتر، صحيح. في العبادات اكتر، وبالتالي بيبقى ايه محضر نفسه لشهر رمضان. لما بيجي شهر رمضان بقى بتبتدي بقى صلاة التراويح والروحانيات، بالإضافة طبعا المشاهدات بقى في التلفزيون والدراما والحاجات دي. لكن برضو ما بتخليناش ننسى يعني ايه أهمية الشهر ده، من حيث بقى برضو قراءة القرآن، صلاة التراويح، الصلاة، الاجتهاد في العبادة يعني. ده أكيد. طب فانوس رمضان كنت بتعملي ايه وانت طفلة، أو يعني وما زلتي بتجيبيه مثلا، اللي هو بقى الحاجات الكبيرة أو النماذج الكبيرة اللي بتتحط كديكور؟ يعني بصي زمان يعني أنا وإخواتي إحنا كلنا بنات، فما كناش بنقدر طبعا ننزل نلعب في الشارع. فكنا نشوف طبعا الأولاد بينزلوا يلعبوا في الشارع كده بالفوانيس يعني في مصر الجديدة. واحنا طبعا كبنات لا، لكن كان لازم الفانوس
اللي هو اللي كان بلمبه صغننه كده، عارفه الفانوس البلاستيك ده ايوه بتاع زمان. البلاستيك ايوه. وكنا نقف نشجع بقى الولاد اللي في تحت البيت بتشجعهم بيلعبوا، بنشجع بقى من فوق بقى، يعني هم يلعبوا مم. بالفوانيس واحنا معاهم بنغني وبنشجع لحد دلوقتي. طبعا كنت بجيب لاولادي فوانيس على طول يعني، كلنا طبعا لحد فتره قريبه يعني. ولما كبروا طبعا دلوقتي خلاص بقينا نجيب بقى الفانوس الكبير نزين بيه الفانوس اللي هو يعني. الديكور ده طبعا بنزين بيه بقى، يا اما بنحطه في البلكونه او بنحطه بقى في مدخل الشقه يعني كده، على اساس بيبقى برضه احتفال. وبعدين دلوقتي طالع حاجات حلوه يعني، بقى تلاقي كل موسم بيبقى فيه تجديد في ديكورات رمضان. والحقيقه حتى البيوت نفسها كلها نلاقي العماره او حاطين انوار. وطبعا الزينه دي يعني يمكن مصر تكاد تكون الدوله العربيه اللي هي مظاهر رمضان في الشارع عندها مختلف تماما عن باقي الدول العربيه. بالتأكيد يعني. أقول لك على حاجة، أنا عشت فترة في دولة عربية، لا كان رمضان بيجي وبيخلص ما كناش بنحس بيه، كنا بنشتاق بقى لرمضان بتاع مصر. وبعدين إحنا شعب بيحب الاحتفال، يعني إحنا بنحب الفرحة عارفة، أو بندور عليها حقيقي. يعني هتلاقينا في الكريسماس بنعمل شجرة الكريسماس، وتلاقي المحلات كلها والحاجات دي. وهتلاقي في رمضان الزينة على العمارات والفوانيس في كل حتة. يعني إحنا شعب بيحب الفرح وبيحب الاحتفال وبيحب الحياة اللطيفة يعني. وزينة الشوارع يعني إلى الآن بنلاقي الأطفال بتلم في الأحياء الشعبية بالذات، وده بنشعر بيه في الأحياء الشعبية. دايما يلموا بقى فلوس عشان يبتدوا يعملوا زينة ولو حاجات بسيطة من الورق المفضد يعني، ويعملوا الزينة ويزينوا. فكل دي طقوس الحقيقة إلى الآن، ولو إنها طبعا قديمة، بس إلى الآن بنلاحظ إن هم محافظين على هذا التراث الجميل الحقيقة. ودايما يديم على مصر حفاظها على تراثها اللي احنا دايما بنتميز البهجة والفرحة يعني. ما فيش أعتقد فرق بين أحياء غنية وأحياء لا لا إطلاقا، كل عايز يفرح بطريقته بقى، ده حقيقي، وبإمكانياته. انت بتنزلي ساعة المغرب بتلاقي يعني الشباب واقفين في أي منطقة في مصر بقى، يعني في أي منطقة في مصر انت بتلاقي الشباب واقفة ساعة أذان طبعا المغرب، الحاجات الجميلة وتلاقي اللي بيوزع العصير واللي بيوزع التمر وبيوزع يعني دي برضو من الحاجات الحلوة جدا ومش موجودة برضو في أي حد. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلو القعدة طاولة ودومنة وكوتشينة، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيد عن بعضينا. هنرجع بقى وندخل على الدراما المصرية الحقيقة. حضرتك يعني تتذكري كان في حاجة معينة بتتفرجي عليها في رمضان، سواء طبعا الفوازير كان ايه اكتر حاجة محببة لك بقى؟ انا يعني شفت فوازير نيلي كس بتابعها بس كنت صغيرة قوي. يعني كنت لسه صغيرة جدا، ما كنتش يعني مستوعبة قوي، لكن كنت مبسوطة قوي بالاستعراضات دي والتنطيط ده، ونقف قصاد التلفزيون وعارفه نتنطط كده زي نيلي. كانت جميله قوي في الفوازير الحقيقه. لكن انا يعني ايه طبعا كنت بقى يعني كبرت شويه في فوازير شريهان. لا كانت بالنسبه لي يعني بصي، هو ده بعد الفطار كل حاجه الدنيا تتوقف علشان نتفرج على فوازير شريهان. ده حقيقي. يعني طبعا فنانه جميله وفنانه كبيره واستعراضات يعني طبعا يعني بقى كذا سنة عشرة يعني قعدنا معاها سنين يعني. فطبعا كانت عشرة جدا. سمير غانم طبعا فطوطة، يمكن أنا كنت وقتها كبيرة شوية
فما يعني كنت بحب فطوطه، او يمكن مصر كلها كانت بتحب أكيد فطوطه طبعاً. كبير وصغير، عارفه. وإلى الآن والله ما كنتش لما متابعاها بنشوفه. قوي، لكن طبعا كشخصيه فطوطه آه. لا، ده مصر كلها كانت بتحب فطوطه طبعا يعني. اه لكن دي يمكن من اكتر الحاجات. بعد كده يمكن ما تابعتش قوي. كان في بقى طبعا اكتر من فوازير، يمكن بقى الحياه بقى والكليه والمذاكره أكيد. ووقتها كان في يعني في وقت رمضان وقتها وقت الجامعة كان الامتحانات وقت يعني. رمضان. أيوة. فيمكن ساعتها الواحد ما كانش بيتابع قوي. ده لكن حقيقي. طفولتي في فوازير نيلي وفوازير شريهان دي كانت طفولة سعيدة الحقيقة. يعني كان بالنسبة لي بهجة رمضان كلها في فوازير نيلي وشريهان. ده أكيد. وبعد شوية كان في فوازير عمو فؤاد كمان. طبعا دي بقى نص دي دي. الأطفال، ولو إن الأطفال والكبار كانوا الاثنين لا، أنا بيتفرجوا كنت عليها وقتها يعني. مش طفلة قوي، كنت كبيرة شوية. فأنا بقول الاثنين، أنا نفسي كنت بتفرج عليها يعني، لكن أقعد أحلها برضه. طبعا كنت بتابعها واتفرج عليها. وفوازير اسمه ايه، جدو عبده زرع جدو عبده أرضه، طبعا زرع وعمو أرضه. فؤاد رايح أيوه. يصطاد ومش عارف يعني. بصي الحاجات دي الواحد رغم انها بعيدة، لكن الواحد فاكرها بتفاصيلها بأغانيها بكل حاجة. حاجات ما تتنسيش يعني، أعمال ما تتنسيش حقيقي. مين؟ الخطبة. فتوتة توتة توتة توتة، فزورة زورة زورة زورة، حدوتة توتة توتة توتة، مخطوطة توتة توتة توتة، مشهورة. جدو عبده عامل ايه؟ زارع أرضه. زارع ايه؟ جدو عبده عامل ايه؟ زارع أرضه. زارع ايه؟ جدو عبده زارع أرضه. جدو عبده زارع ايه؟ ومعلش معلش ايه يعني ما عرفتش عن فلان فليكس تصير فستاني ما تشتتش. قالك ايه؟ قالك قالك حللا شفنا مثلا. ايه المسلسل، بما ان حضرتك يعني كاتبة وروائية وسيناريست، اللي عالق في ذهنك برضو من مسلسلات رمضان، وشايفة ان كانت كتابة الورق فيه جميلة؟ احنا عندنا كانوا كتاب مشهورين قوي في رمضان، يعني نتذكر الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وسلسلة الأعمال اللي قدمها في رمضان، واللي هي ما زالت برضو تعتبر أيقونة من أيقونات الدراما المصرية وفي التلفزيون المصري. ايه المسلسل اللي كان عالق قوي في ذهنك وحسيتي انت بقى شعورك دلوقتي غير وانت طالبة؟ أيوة. انت حضرتك سيناريست وروائية، يعني شعرتي بنفس يعني الاجواء بتاعه الكاتب وهو كان يكتب وكاتب سيناريو حوار يعني. هو طبعا أسامة أنور عكاشة هو ملك الدراما. يعني احنا طبعا يعني، وكان الأكثر تأثيرا في الدراما المصرية، وخاصة في شهر رمضان. ما هو كان بنلاقي الشهد والدموع، بنلاقي ليالي الحلمية، بنلاقي يعني طبعا. لكن في أسماء أخرى وفي كثيرة طبعا يعني مصطفى أسماء محرم، ناس كتير حقيقة طبعا يعني كان ليهم تأثير في الدراما. ويمكن زمان كانت الدراما يمكن مختلفة شوية عن دلوقتي. يعني يمكن الدراما كانت بتهتم أكتر بالقضايا الحياتية اليومية. يعني احنا ما كناش بنتفرج على مسلسل أبدا ونقول الناس دي شكلهم غريب عننا، ده بيوتهم غريبة عننا، صحيح. حياتهم لا بالعكس. يعني يمكن من الحاجات اللي كانت بتأثر فيا جدا، وكنت بتابع أحيانا مسلسلات علشان أشوفها، إنه بلاقي حاجات من اللي موجودة عندنا في البيت هي موجودة في المسلسل. أيوة. تشوفي لوحة، ايوه ايه ده اللوحة دي عندنا، كلام حضرتك ايه ده مظبوط. الستارة دي موجودة. أيوة. ده الفستان ده كان ماما عندها زيه. فانت كنت حاسة انك انت بتنتمي للناس دول، انك عندك انتماء للمسلسل، عندك انتماء للممثلين. فبالتالي انت بتتابعيهم وكأنك بتشوفي حياتك من خلالهم، حقيقي. او حياة جارتك او حياة صديقتك. ايوه. فطبعا كل المسلسلات اللي كانت بتتعرض زمان، يعني زي ما حضرتك قلتي في البداية، أبناء الأعزاء شكرا. انت بصي، انت تحسي انك وكأنك انت دي جزء من عيلتك. انت قاعده بتتابعي وازاي الولد يعمل كده مع باباه، وتزعلي من فلان لانه زعل باباه، وتحبي آثار الحكيم عشان هي البنت الحنينه وتنبسطي مش عارفه. فانت قاعده طول الوقت انت متفاعله معاهم، كأنك واحده معاهم قاعده. الشهد والدموع لما تيجي تلاقي العم والصراع بقى، الخير والشر، وبعدين تلاقي الناس كلها شبهنا.
انت بتتعاملي مع ناس صحيح هم ورا الشاشه وصحيح هم نجوم كبار، لكن هم شبهك. ايوه فانت ما عارفه حسسوناش ان في الواحد لما بيحس ان اللي قدامه او النجم او حاجه اللي عمل منه. شبهه شبهه عارفه بيتوحد معاه. صحيح. غير لما بتشوفي عمل انت طول الوقت حاسه ان في حاجز كبير بينك وبينه، طول الوقت مش حاسه ان مين دول بيعملوا كده ازاي، مفيش حاجه كده عندنا، احنا عمرنا ما شفنا ده. فانت طول الوقت دماغك شغاله مع المسلسل انك بتحاولي توجدي يعني ايه الصله اللي بينك وبينهم. ده طبعا بيفقد المسلسل مصداقيته على طول. بالرغم من ايه بقى حضرتك، من رغم التقدم في صناعة الدراما، بمعنى الوسائل التكنولوجية والكاميرات والتصوير يعني كان كله هنا في استوديو الخارجي ده ما كانش كتير، بالرغم من عناصر الإبهار، لكن في شيء بنفتقده زي ما حضرتك قلتي، في حاجة مش شبهنا قوي. يعني في أكيد نماذج زي اللي بتقدم في الدراما، أكيد. بس مش إحنا برضو، مش الأغلبية بمعنى أصح. لأنه الدراما هي الأساس فيها الورق المكتوب. يعني ده أساس الدراما. فإذا كان أنت عندك ورق، الورق ده بيناقش قضيتك، بيناقش مشكلة فئة معينة من الشعب، بيناقش مشكلة حتى عامة إنسانية، وانت بتتعاطفي معاها وبتتفاعلي معاها، فالورق ده هيلمسك على طول، هيظهر على طول على الشاشة، حتى لو ما كانش فيه الإبهار ده. يعني احنا لما بنشوف مسلسلات زمان، لما تيجي تشوفي مثلا مسلسل زي ليالي الحلمية، ليالي الحلمية ده ملحمة، يعني ملحمة، أنا بشوفه ملحمة رغم إنه ما كانش فيه عناصر الإبهار الكبيرة دي، لكن شوفي الورق كان مكتوب ازاي. كل شخصية من شخصيات المسلسل كانت مكتوبة بحرفية شديدة جدا، لدرجة انك انت تبقي شايفاها، تبقي الشخص ده انت تعرفي فلان شبهه، بيتكلم زيه، انت فلان ده انت حاسة انه كأنه حد من أسرتك، حد من معارفك. انما انت دلوقتي انت بتشوفي شخصيات هي تحسي انها مش من مصر اصلا. يعني هي الفكره انها من كوكب تاني. يعني معلش انا بقول كده، ده حقيقي. لا انا على فكره حضرتك برضو كروائيه انا ليا مسلسل المفروض ان هو يعني ان شاء الله ينزل يعني المسلسل هو 10 حلقات، اتمنى ينزل في رمضان يعني، ويكون مناسب بقى لجو رمضان يعني ان شاء الله يعني باذن الله، لانه المسلسل ده يعني هو مأخوذ عن رواية بتاعتي، وأنا ذاكرة فيها بقى، ذكرت فيها شهر رمضان وإزاي الطقوس كانت بتاعتنا وإزاي كنا بنعمل الكحك. يعني الجزء ده جزء مهم جدا، لدرجة إن في بعض الناس يعني كانت لما بتعلق على الرواية كانت تقول لي إن إحنا كأننا قاعدين في بيتنا زمان مع الجزئية دي. في الجزئية دي. فأتمنى يعني إنه يكون لا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي الشجن من اختلاف الزمن، ومنين بيجي الهوى من اختلاف الهوى، ومنين بيجي السواد الطمع والعناد، ومنين بيجي الرضا من الإيمان بالقضاء، من انكسار الروح في ضوح الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من انكسار الروح في ضوح الوطن، يجي احتضار الشوق في سجن البدن، من اختمار الحلم يجي النهار، يقعد غريب الدار لا له سكن. احنا هنفتكر مع بعض برضو يعني الأغاني، احنا هناخد حاجة كده شوية. الأغاني الحقيقة برضو، وبالرغم بقى ان احنا ما عصرناهاش خالص، بس اصبحت برضو تيمة. اول ما رؤية الهلال على طول بقى هنستمع لأجمل الأغاني. هاتوا بقى الفوانيس يا أولاد محمد فوزي، رمضان جانا محمد عبد المطلب، هنلاقي بقى حتى في منتصف رمضان وفي أواخر رمضان هل البدر بدري، ويعني لسه بدري يعني طبعا. أي نعم في أغاني اتعملت لرمضان حديثة. الحقيقة محمد منير كان عامل أغنية جميلة جدا، وبرضو حسين الجسمي رمضان في مصر حاجة تانية. والحقيقة الأغاني دي
بتاعه رمضان الحقيقه بتعلق مع الناس، الحديث حتى والقديم يعني. بس احنا يمكن القديم ده بنلاقيه دايما كل يوم بنسمعه اكتر من مره في الاذاعه، في التلفزيون. يعني قد ايه احنا برضو ما زلنا مرتبطين باغاني زمان اكتر من الاغاني الحديث، بالرغم برضو من بساطتها. ما انا هقول لك يعني احنا لانه بصي هقول لك هو كل واحد طفولته بتبقى زي ما تقولي كده معلمه جواه. فاحنا اي حاجه عندنا هترتبط بطفولتنا بنسترجعها على طول. يعني كل الاغاني دي صح مش بتاعت مش جيلنا، بتاعتنا ومش جيلنا خالص. لكن احنا كنا طول الوقت بنسمعها في الاذاعه وبنسمعها في التلفزيون واحنا صغيرين في رمضان وبنرددها. فهتلاقي نفسك مثلا انت حافظه اغاني مثلا والله لسه بدري يا رمضان. هتلاقي مثلا اغاني بتاعت اهو جه يا اولاد، اهو جه يا اولاد لثلاثي المرح. لكن لما هتيجي تتكلمي عن اغنيه بتاعت النهارده هي اغنيه جميله جدا، حسين الجسمي طبعا اغنيه حلوه جدا. رمضان في مصر حاجه ثانيه لكن انا مش حافظاها وصعب اني احفظها لانها يعني طلعت وانا سني كبير مش هحفظها. ممكن الاطفال ترتبط بيها ممكن الاطفال بقى يكونوا حافظينها ويرددوها بعد كده. لكن احنا بالنسبه لنا لان كنا اطفال في اوقات وقت الاغاني دي، فاحنا طول الوقت كاطفال بنردد وبنحفظ وبنغني يعني بنهيص كده في رمضان. فطبيعي ان احنا هنكون حافظينها. وفي نفس الوقت بترتبط معانا بوقت حلو، وقت العيله الكبيره، وجود الاب والام والاخوات وكلنا متجمعين في بيت واحد. الام بتحضر الفطار والاب جاي ساعه الاذان يعني عارفه الذكريات دي كلها بترتبط بالاغاني. الدراما السينمائية أو السينما ما كانش في حاجات كتيرة قوي بتتكلم يعني أحداثها في رمضان، لكن في أفلام اشتهرت إن كانت الأحداث حصلت في رمضان، بس أفلام قليلة جدا. نتذكر في بيتنا رجل، وإن كان الفيلم درامي وسياسي وتكلم عن حقبة يعني حقبة الملكية، لكن الأحداث كانت في رمضان والفطار، وبيدينا برضو جزء من يعني احنا بنشوف برضو رمضان زمان كان شكله ازاي، فما بنلاقوش بيختلف كتير. اكس لارج طبعا احمد حلمي وعسل اسود، كان الاحداث معظمها بالذات عسل اسود كانت معظم الاحداث في رمضان، وبعد كده كان العيد. وجود يعني رمضان في سياق العمل السينمائي والله ادى يعني نوع من الحاجات الجميله برضو. يعني ما هو لازم يكون، ما اصل ده شهر رمضان ده شهر من شهور السنه اللي احنا بنعيشها، وفي طقوس احنا بنمارسها
وفي حاجات، فده طبيعي ان الدراما تعكسها على الشاشه. يعني ما احنا عارفين انه الدراما سواء السينمائيه او التلفزيونيه هي بتعكس الواقع على الشاشه، بتعكس حياتنا. فطبيعي انه يكون شهر رمضان له وجود في يعني انا تذكرت الفنان احمد حلمي الحقيقه في هو بقى بيتسحر يعني ما اكلتش رز دي. ايوه. وعلى فكره كمان في بيتنا رجل برضو خلي بالك هو يعني استخدم رمضان، يعني هو لولا وقت الفطار والشوارع فاضيه ان هو قدر ينزل ويهرب من المستشفى. برضه استخدم رمضان بشكل مختلف. غير كده برضه الاسره بقى وهي ودخل على الاسره وهي بتفطر. يعني الحته بقى يعني العاطفيه او اللي هي فيها خوف على هذا الشاب وان هو هينزل فين، طب هيروح. يعني هنا بقى رمضان والاحاسيس الروحانيه الجميله. يعني صعب عليهم بمعنى اصح. طبعا يعني صعب عليهم، وفي نفس الوقت في صيام بقى وفطار. في صيام وفطار. يعني برضو ممكن لو كان يمكن في وقت تاني كانوا يقولوا لا انزل، لكن هو كان داخل ساعه اذان المغرب وكان الشارع فاضي عشان ما حدش حتى يشوفه او يلاحظه. فتحسي انه لا الاسره تعاطفت معاه، لانه الوقت كان وقت الناس كلها كده. لو حد خبط على حد ساعه الفطار اقول له اتفضل افطر. ده حقيقي. عارفه دي سمه يعني في الشعب المصري كمان. ده حقيقي. برضو في دوتوهات كانت جميله جدا، وده بقى بيكلمنا عن حاجه. والله حتى الدوتوهات والاغاني دي كانت تدينا رساله. يعني مثلا زي اغنيه الراجل ده هيجنني. صباح وفؤاد المهندس دي طبعا يعني. وبرضو في دويتو مع الفنان مع الفنانه. هنا بقى بيتكلموا عن ايه؟ عدم الاسراف في الاكل. يعني الناس انا بشوف رمضان يعني الناس بتبقى متكالبه جدا على شراء حاجات كتير جدا وبتاع، وفي الاخر ما بناكل اللي نقدر عليه، وفي الاخر الاكل بيقعد وبتاع. فهنا كانت صباح برضو يعني وفؤاد المهندس ادوا نموذج حلو قوي ان جدا ان يعني الاغنيه ليها هدف انك انت ما تاكلش كتير او الاكل يعني بالراحه، وهو بيمسك في الاخر في طبق الفول. ايوه. هو بصي يعني هو في طول الاغنيه بيعدد لها يعني والرز والمكرونه وايه بس يعني هي طبعا هتتجنن منه فعلا، هيجننها فعلا يعني. وحقيقي زي ما انت قلتي هو يعني زي ما تقولي ايه رساله. يعني يا جماعه فن رساله طبعا. بس زي ما تقولي برضو احنا ما فيش فايده. يعني مش فايده فينا. بس دلوقتي بقى يعني مع الاوضاع الاقتصاديه اللي العالم كله بيعيش فيها يعني والازمات الاقتصاديه دي اعتقد انه الناس هتبتدي تنظر للإسراف والتبذير والاستهلاك الزيادة. صحيح. ده بنظرة تانية. ده صحيح. ودي نظرة صح. العالم فهموه رمضان ما عمروش قال كده، رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده هيجنني هيجنني هيجنني. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير. عاملين لي لوزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك الدوري اللي أنا جاي راح فين والشوربة فين هي؟ احنا في ختام هذا اللقاء بنتمنى ان مسلسل حضرتك يكون من ضمن يعني المذاع ان شاء الله، او يحقق ان شاء الله نجاح. امنياتك ايه بقى ان شاء الله في هذا الشهر الكريم ان شاء الله اللي قادم علينا؟ يعني والله أنا أتمنى يعني ربنا ينعم علينا بالستر وبالصحة إن شاء الله وبالرضا على الأحوال يعني. أيوة. وإن شاء الله أتمنى كده لمصر يعني دايما الاستقرار ودايما يعني الأمان والأمن دايما زي ما هي إن شاء الله. إن شاء يعني الله والأفضل دايما إن شاء الله. شكرا. الروائية والسيناريست الأستاذة شاهيناز الفقي شرفتيني، ومرة تانية بقول لك كل سنة وانتي طيبة، وإن شاء الله رمضان كريم على حضرتك. وحضرتك شكرا. طيبة. ميرسي. شكرا. مشاهدينا الأعزاء مرة تانية بنقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر بخير وسلام وأمان، وعلى وعد بلقاء جديد وسهرة جديدة وأوقاتي بتحلو. وبشكركم وإلى اللقاء.